يوم كنت طفل كانت في 3 أشياء تخوفني بس: المسيح الدجال، فرعون، والظل حق كونان. وهو السبب اللي خلاني ما أحاول أتابع كونان كثير. كل مرة كان يطلع فيها كانت تجيني حالة هستيرية أسميها نص في السروال ونص في الحمام. يرحم أمك، شوف وجهه، يرحم أمك، طالعت إيش يبغى. بس أحد الكراتين اللي كنت أحب أتابعها كان فلاب جاك. أحد يتذكر ذا؟ فلاب جاك قصته عن طاقم قراصنة يحبون الحلويات ويدورون جزيرة أسطورية فيها كنز مليان أكيجيرو يوميوا. بس شوف شكل فلاب جاك، أهبل كيوت، أكيد الكرتون نفسه أهبل كيوت، وفي حلقة عن القطاوة أكيد إنها هبلة ولا أحكيك عن البزر اللي كان يلعب مع فلاب جاك، فجأة تكتشف إن عمره 38. You win! You need to grow up! Grow up? I'm 38 years old! حتى فلاب جاك قمط وراح في الجهة الثانية. ولا الدكتور اللي قاعد ياكل أحشاء مريضة. ولا هذا المشهد. You'll need it to get the bugs out of your hair. بعدهم عني. بس ليش هذا يخوف؟ الرعب بكل بساطة هو يوم تحس بشعور عدم راحة نتيجة الخطر. وبالنسبة لنا كبشر ما في شيء مخيف كثر اللي مو متعودين عليه، الغير مألوف، شيء اللي ما نعرف ولا شيء عنه. عشان كذا احنا نخاف من الظلام، مو عشان الظلام يخوف، بس عشاننا ما ندري ايش ممكن يكون جواته. يمكن فيه وحش، يمكن جني، يمكن موسى حسن. وأفلام الكرتون زي فلاب جاك تلعب على هذا الوتر الحساس وتلخبط مشاعرنا. تكون تتابع كرتون عادي، فجأة يتغير الكرتون ثنائي الأبعاد لشيء ثلاثي الأبعاد، يصيبك متلازمة نصه بالسروال ونصه بالحمام. وأنا الصراحة ما أقدر أتكلم عن التغيير من شكل إلى آخر بدون ما أذكر الكرتون العبقري اللي يستغل هذا الأسلوب في إنه يوصل كوكتيل هرمونات ما تطلع إلا في حالة التوتر وعدم الراحة والرعب. كوريج الجبان. كوريج كلب وردي ساكن مع ميوريال وزوجها المزارع يوستس في بيت وحيد بالخلاء التام. كل حلقة لازم يجيهم كائن مرعب ويعذبهم ويأزمهم في حياتهم، بس اللي يحسسك بالخوف كمتابع هو ان الكلب الأبله هذا هو الوحيد اللي يرتاب من الكائنات هذه، بينما العجائز هذول عادي عندهم ويضيفونهم فتصير لهم مصايب يستاهلونها الصراحة. لكن في نفس الوقت كوريج يحبهم، فلازم هو اللي ينقذهم من الوحوش هذول، صح؟ لكن لا تنسى انه أبله. في حلقة ما انساها يوم كوريج يستعير كتاب، يطول الكتاب عنده لين بالأخير يكتشف انه تأخر في إرجاع الكتاب، فيروح عند المكتبة عشان يرجعه. أمينة المكتبة لحالها تخوف، وكل ما طلعت لها صوت قالت لك شش. كوريج المسكين يكتشف انه لازم يدفع رسوم تأخر $3000. فتش جيوبه ويطلع دودة وقطن وحلاوة بايتة بجيبه من أول يوم مدرسة. طبعا أمينة المكتبة تسطر الخرابيط ذي بكف وتقول له أدفع فلوس. بعدها هذا اللي يصير. فكرة أن تمثال فجأة يلتف عليك ويقول لك تسدد ديونك جابت لي الرعب في طفولتي. قعدت أيام ما أجلس لحالي أبدا، أنام في النور وما أشرب موية كثير عشان كل ما تذكرت الموضوع بحتاج أغير سروالي. بس في حلقة ثانية مرعبة بشكل. You have until midnight to grow something, and if you can't, well, you were warned. هذا روح القمر، جايب متطلبات غريبة ليوستس، يا يزرع نبتة عشانه مزارع أو راح ينهي حياته. يوستس طبعا أعند إنسان ممكن تشوفه، رافض يسمع الكلام. يرحم أمك، طالع في وجهه، هذا مو وجه ترفض طلباته. كل ما يتكلم روح القمر لازم يشغلون الموسيقى الكريبي دي. By midnight, you either grow or go. يوستس الهطف لسه رافض عشانه مرجوج، وباقي أقل من 10 دقائق على الوقت اللي حدده روح القمر. فيروح كوريج جري عشان يزرع، والنبتة ما تبغى تستصح، فيقوم يعطيها مغذي. نجحت العملية. بس إيش ذا؟ العجائز في القبو ودرجة الحرارة عالية لدرجة إنه ممكن يتحولون الوجبات، بس لا حد يخاف. يوستس يستاهل اللي يصير له، قسم بالله يا إني أكرهه. بالأخير كوريج يعرف يفتح الباب ويدخل، وقتها ينقذهم. بس مع ذلك الكرتون ذا اللعين لازم يطلع لنا الوجه هذا مرة ثانية. يكفي، فهمت؟ والله يخوف، فهمت. هذه بس حلقتين اللي تكلمت عنها، في غيرها الكثير،
زي الحلقة اللي يجي كورج بينام بعد يوم طويل مع مدرسة مجنونة. الله يخرجكم، هذا من أتباع شخان زق. تذكر بداية المقطع قلت لكم إني كنت أخاف من فرعون في صغري صح؟ فجأة أشوفه في حلقة من كورج الجبان. بالله عليك هذا مو طالع من كوابيسك؟ كورج الجبان كرتون ممتاز، بس السالفة هي إنه مقصود، هم قاصدين يخوفونك. الكرتون هذا تصنيفه رعب زيه زي فلاب جاك تقريبا، بس في كرتون تصنيفه مو رعب مع إنه أكثر شيء يخوف شفته في حياتي. الكرتون هذا اسمه توماس والأصدقاء. توماس قطار بس مو زي اللي نعرفهم، عنده وجه ما يوقف يبتسم. إذا قرر يطاردك توماس ما لك حل غير إنك تستسلم، إنك وين ما بتروح بتشوفه وراك. كل مرة تطالع فيها ورا بيكون أقرب من المرة الماضية. أول مرة شفته كنت غايب من المدرسة أولى ابتدائي وقاعد أتابع كراتين الصباح، بس يوم شفته يمشي ويتكلم ويقابل قطارات ثانية كلهم عندهم وجيه طالع من الجحيم، ندمت إني ما رحت المدرسة، وهذا شيء مستحيل يصير. قاعد تطالع بكل رعب أحاول أفهم كيف شكل القطار هذا من جوا. هل هو مصنوع من لحم ودم زينا، وإنه مصنوع من أشياء عقولنا البشرية مستحيل تفهمها من فجاعتها؟ ومن وقتها وأنا أحلم فيه من فترة لفترة، يطاردني لكل مكان والموسيقى حقته شغالة طول الوقت. يوم يقرب مني يقول، أحيانا يجي من وراي، أحيانا يجي من قدامي، وأحيانا يطلع من تحت، بس في كل مرة كان يمسكني. إلى يومكم هذا وأنا بس أبغى أكون حر. من توماس القطار.